سي ولد ددو هذا من علماء الامه، وقال واش سمعت اليوم واحد كنقلب على الكلمات فبغنض نحتاط شي شويه يمكن بتاتخ يعني واحد المخلوق من مخلوقات الله كيقول ساكن في الدوحه على ولد ددو الصقع. نعاود نجبد عاوتاني هذاك الحيوان العجيب ولا بلاش، الكذاب، على الاقل انت كذاب. هو موريتاني ساكن في موريتانيا وعنده دار ممتازه في المغرب ومزوج بمغربيه، وكيمشي للدوحه ويمشي ما حد ما مشاش لتل ابيب يبايع نتنياهو بحال شي سقوعه بحال كل امثالك ولا كيشبهوا لك، راه هذاك خونا وسنموت معه ويموت معنا. ولا كانت الدوله المغربيه كتعتبر بلي هذا السيد هذا داير شي مخالفه في حقها هي تصرف معاه، ماشي حنا خونا وعزيز علينا، فهمتيني ولا لا؟ طبعا اذا خيل لكم، انا لا اعلم انه من دعاة الانفصال ابدا، فان وقع هذا لن نقبلها منه ورغم مكانته. ولكن يعني السي محمود ددو هذا ماشي اول مره يحضر معنا كل مره، ويلا مؤخرا حضر في المؤتمر ديال الاخوان ديال حركه التوحيد والاصلاح ولم يتكلم احد بهذا. اذا انتم ما عندكمش الغرض حتى بحركه التوحيد والاصلاح، عندكم غير بالعداله والتنميه ان تفسدوا كل ما يوفقه الله فيه. وانا غنقول لكم بهذه الطريقه بحال اللي قال السي يتيم غيزيدوا، راه دابا هذا استمرار ديال المسيره ديال ولد زروال. لا تتعظون تقدموا لنا خدمات ما طلبناش منكم، ما بغيناش حنا هذه الخدمات ديالكم، بغيناكم تهدنوا تمشيو تخدموا من نيتكم، توجدوا الرجال المعقول، توجدوا الافكار المعقول، توجدوا البرامج ديال المعقول وتنجحوا المغرب بلا بينا. حنا ديك الساعه نقدموا استقالتنا ولا نبقاو غير ندافعوا عليكم، مادام ما كتعرفوش حتى تدافعوا على رؤوسكم، مادام انتم صقوعه لا تفقهون شيئا والو، زروقه فهمتيني ولا لا، وبالمكر والخداع الى اخره. الى متى فهمتيني ولا لا؟ واما هذاك الاخ تركي كيتكلم لغه اعجميه فهمتيني ولا لا، والمترجم ربما تيغلط الى اخره فهمتيني ولا لا، فهمتي. وثم هما جايين من واحد البلاد هذيك هي الثقافه ديالهم فهمتيني ولا لا، ما تعرفش تيقولوا. انا لحد الان ما عرفتش شنو تيقول، ولكن حنا هذوك اخواننا واحبابنا هذوك فهمتي ولا لا. هذيك الحزب ديال اربكان واخا هو ماشي حزب كبير وداك الشيء، ولكن بالنسبه لنا حنا استدعينا كذلك اردوغان ديال الاردوغان ما جاوش بصحتهم وراحتهم، وهادو جاوا مرحبا بهم فهمتي ولا، اللي رضى بنا وجا عندنا فهمتي ولا مرحبا بهم. وتحاولون تضيعوا وقتكم، اليزي فهمتي ولا. يعني وجات الرساله ديال جلاله الملك فهمتي ولا تتهنئ الحزب فهمتي ولا، ودخلت السرور علينا كاملين بطبيعه الحال وعلى الاخوان ديالنا كاملين، وحتى هي ناضوا ليها وبداو ما تتوقعوا حتى شي حاجه. بون هذه كيظهر لي السي المهداوي راه رد عليها فهمتي ولا بلا، وان كان شي مرات يرجع لذاك الحنين ديال السابق ديال شي شويه لا يمكن شي بس ما كاينش فهمتي ولا. فلهذا معشر الاخوه الكرام اليوم نحن لسنا بصدد كل هذا، نحن اليوم بصدد العمل الجاد والعمل الذي ينتظره منا شعبنا، خصوصا بعد ان راى ما راى. راه الناس ولاو تيتكلموا على الانتخابات المقبله، والله الا الناس كيحلفوا بالله، كيحلفوا لي في التليفون بالله حتى غيصوتوا بالتليفون وبلي ميساج. باقي عندي راني رديت على شي 60 ميساج وسخفت وتبلوكا لي التليفون وعاد قديته بفضل الله تعالى. وبالمناسبه باش نقادو حيت سرت ميساج تسحبني واش تقال هو ماشي تقال، كان خصو غير تمسح شويه داك لاباطري ديالو، مسحتها دوك اللي ما رديتش عليهم. لا غير تبلوكا من بعد غير مسحتو ويعاود يعطي راسو فهمتي ولا. انا غنعاود نرد على دوك، جات شي 100 ميساج ولا اكثر فهمتي ولا وهذا، وبزاف منهم تيقول لك حنايا دابا غنعاود نصوتوا على العداله والتنميه وغنعاود بلا ما نتكلم على اللي جاو تيقول لك بغينا ندخلوا للعداله والتنميه، واللي جاو تيقول لك بغينا نترشحوا للعداله والتنميه فهمتي ولا. مع الاسف حنا مثلا لا الترشح خصهم يمشيو الطرق العاديه، انا نشوف با كونتر، ولكن خصهم يمشيو عند الاخوان في الهيئات ويقنعوا ويرضوا بهم ويقنعوا الى اخره. اذا هذا هو هذا اللي عندي انا من نقول لكم معشر الاخوه الكرام، ونسال الله سبحانه وتعالى يعني التوفيق وحسن الخاتمه. الحمد لله حنا رحنا بحال اللي كنا بحال اللي بقينا. انتم شتيو دوك الاخوان اللي كانوا معايا النهار الاول فهذيك الامانه العامه المصغره وكتابه الامانه العامه هم اللي بقاو معايا فهمتيني ولا. ما عندي ما نقول، الاخوان ديالي كنعرفهم كنثق فيهم. ربما يكون شي واحد فيهم كيعتبر بلي صافي المهمه ديالي انتهت، هذا حقه. انا ما طالقش منه ما الساعه